ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوتر. صدق الله العظيم. أنا متأكد بهذا اللقطة سحر اشتغل معلم، كل مشعوذين المغرب اشتغلوا هذه المباراة. لما يعجز العقل عن الفهم، ولما تكون الحقيقة صعبة الاستيعاب، ولما تظن أنك وصلت ويصيبك الغرور، ثم تلتقي بمن يعيدك إلى حجمك الحقيقي، هنا يبدأ الإنكار. لو يعيدوا 50 مرة مستحيل. وفي حيرة من أمرك تبدأ في رحلة غريبة لتفسير هزيمتك، مباراة الأردن والمغرب، حتى عند الجن فتقول فحص السحر والشعوذة، لأن الاعتراف أنك صغير وأن الخصم كان أقوى وأكبر منك يحتاج شجاعة. أقسم بالله العظيم يا أخوان كان في حمام يطير بالملعب. أتفهم أن فئة منكم اختارت الخرافة، فالأمر كان جد قاسي ولا يصدق، وفضلتم أن تراجعوا كتب السحر عوض أن تراجعوا مستواكم. الفرق القوية والمحترفة السعودية، العراق مثلا، تواجه الهزيمة بالتطوير والانتقاد. للأسف أنتم تواجهونها بالخرافة. المباراة شو مسحورة؟ عمركم شفتوا جول بيجي نص الملعب يا ميسي؟ النتيجة انتهت، المباراة انتهت. الشيء الوحيد الذي لم ينتهي هو إنكاركم. تستمتع بلذة البطولة وأنت ظالم. الكرة تلعب بالعقل، ومن لا عقل له سيرى السحر في كل هزيمة. المنتخب المغربي فاز، والبعض ما زال يبحث عن تعويذة لتشرح له لماذا. الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. فردة فعلك لا تفرق عن ردة فعل ابن المغيرة لما سمع القرآن وأعجب ببلاغته، لكنه خاف على مكانته بين قريش لتأتي آية قرآنية من أجمل ما سمعت وتصف الموقف. ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوتر. وكما سبقنا وقلنا لكم لسنا مضطرين للخوض في هذا المستنقع، فإني أملك من الصور والفيديوهات والشهادات والمقالات ما يكفي للحديث ساعات وساعات عن الشعوذة والسحر في بلدكم، لكننا إلى الآن لم نفعل، ليس لأننا لا نستطيع، ولكن لأننا تربية ملوك ولا نحب الانتصار ونحن متسخون. فابقوا في الأعذار ونحن سنبقى في النتائج.